الرحمن، احنا نريد نعرف من عندك شلون صارت عندك فكرة تتزوج من امرأتين في يوم واحد؟ فكرة صارت عندي، اريد اعد عمامي ذولا كتجو نقول، واريد اعد ذولا. قطعت مهر هناك، مهر مله، وجيت قطعت هين مهر، فاثنين من الاثنين جبت ذيك وجبت هذه، نفس الليلة زفيت اثنين. حكيت ويا ذيك. خلينا نسأل، أول مرة ناخذ هالنقطة نقطة، أنت أول مرة لمن كنت خاطب؟ من أني؟ يعني نقول قاطع مهر. إيه. هذه بنت عم أبوي. بنت عم أبوك، أول مرة كنت خاطب بنت عم أبوك، وبعدين خطبت بنت عمك. زين، اثنيناتهم كنت تحبهن يعني؟ إيه اثنيناتهم. احنا نريد نعرف شلون قنعت النسوان تتزوجين بليلة واحدة؟ قنعت أول ما قنعت هذه. اريد اعرف، انت ما عرفتي مو مشكله، بس اريد منك تفاصيل اكثر، يعني هو شلون قنعك؟ انت مو معقوله راسا وافقتي، ما اعتقد وافقتي راسا. لا وافقت. من قال لي؟ ايه، على اعتبار يعني الزوجه الثانيه هم قرايبك هي؟ ايه. يعني شو يصير من عندك؟ بنت عمي. نحكي ويا الاخت، انت نفس الموضوع، يمكن نسالك نفس السؤال. انت هو من كان خاطب وتدرين بيه خاطب، شلون قبلتي تتزوجين النوب يعني وتصيرين اثنين بيوم واحد؟ راسا وافقتي لو عرضتي اول مره؟ لا ما وافقت. انت ايش قد مواليدك؟ ايش تشتغل؟ مواليدي 90 واشتغل فلاح حنطة. يعني تشتغل بالحنطة. حالتك المادية يعني تقدر تعيل عائلتين بآن واحد يعني؟ الحمد لله. وراح نلتقي ويا ابو عبد الرحمن، هو والد العريس. ابو عبد الرحمن، يعني اول مرة احنا نبارك لك بزواج عبد الرحمن، ونسألك انت ايش قد عندك اولاد عداه؟ عندي 5. 5. عبد الرحمن 5، 4 وعبد الرحمن يعني 5. عبد الرحمن اصغر واحد؟ اصغر واحد بيهم. طيب الاربعة القبلة كلهم متزوجين؟ الاربعه اللي قبله كلهم متزوجين. وعلى زواج واحد؟ على زواج واحد، كل واحد عنده وحده، بس اريد ازيدهم كل واحد عنده باثنين. يعني ما معنى الحركة منك انت؟ إيه متزوج مرتي، يعني الحركة من عندك مو من عندهم، مو من عبد الرحمن. اني يعني انت نريد نسألك، هو لازم استشارك بالموضوع، من نوى يتزوج اثنين بليلة واحدة لازم استشارك، شنو اللي صار؟ استشاري ورهمت. حشايه شغله رهمت، هو رهمها وانا هم ساعدته. نعم.